كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر الصلاة والسلام على خير الأنام. في قرية نائية وسط الصحراء اسمها الهواجر، كانت عايشة ست طيبة اسمها أم مسعود وولدها الصغير مسعود. الولد ده كان قلبه أبيض من اللبن وعينيه فيها ذكاء مش عادي، بس الفقر كان ساكن معاهم في البيت لدرجة إن عشاهم كتير كان شوية مية وستر ربنا. وفي الناحية التانية كان في راجل اسمه الشيخ سعدان، تاجر كبير وقاسي القلب، عايش في قصر مليان ذهب وخدم، بس عمره ما ابتسم لحد ولا عرف يوم يحمد ربنا. وفي يوم من الأيام أم مسعود راحت تطلب من الشيخ سعدان دقيقة عشان تعجن. رد عليها بصوت متغطرس وقال لها: خلي ابنك ينفعك، ده شكله مش هينفع في حاجة. رجعت الست مكسورة، لكن مسعود شاف دموعها وقال لها: أنا هوريكم أنا هبقى إيه. ومن الليلة دي قرر يمشي من قريته ويدور على وادي الستر. ده وادي بيحكي عنه الشيوخ زمان، بيتقال إن في حكيم كبير بيقابل بس اللي قلبه نضيف وبيكشف له عن سر الدنيا. خد عصايته وخد حتة خبز وخرج تحت نور القمر، ماشي في طريق ملوش نهايات، لا بيعرف فين بيبتدي ولا فين بينتهي. وبعد أيام مشي رجله دخلته على مدينة غريبة جدا كلها ألوان، ناس بترقص وبتضحك وأكل في الشوارع والمزيكا شغالة. قال في نفسه أكيد دي الجنة اللي بيحكوا عنها. بس وهو ماشي لقى طفل قاعد بيعيط في زاوية، سأله: مالك؟ رد عليه الطفل وقال له: دي مدينة السطح بس، جوه كل الناس بتتألم، بيضحكوا علشان ينسوا بس ما حدش سعيد. اتصدم مسعود وبدأ يفهم أول حكمة، إن مش كل اللي بيضحك سعيد، وإن السعادة مش صوت، دي راحة في القلب. بات الليلة هناك وكتب أول سطر في دفتر رحلته، دفتر قرر يكتب فيه كل حاجة بيتعلمها. ومشي في طريقه، خرج من المدينة ولقى قدامه 3 جبال ضخمة، كل جبل عليه لفتة. أول جبل كان اسمه جبل الذهب، تاني جبل جبل الأسرار، تالت جبل جبل النية. الناس كلها كانت ماشية على طريق الذهب، شافهم بيجروا وبيتخانقوا وفي الآخر بيرجعوا يتعوروا أو يتجننوا. راح قال: لأ، أنا هختار جبل النية، هو صعب وصخور كتير بس هادي. وفي نص الطريق لقى ست عجوزة قاعدة على صخرة، قالت له: ساعدني أوصل للطريق، بس أنا تقيلة ومش هتنفع تكمل الرحلة وأنا معاك. قال لها مسعود: ما ينفعش أسيبك لوحدي حتى لو هضحي بالرحلة كلها يا حاج. وبعد ما شالها لحد تحت الجبل اختفت الست، وطلعت حكيمة مختفية بتختبره وقالت له: النية الطيبة بتفتح لك أبواب ما كنتش تتخيلها، كمل يا مسعود، انت تستاهل توصل. بعد ما ودع مسعود الجبل كمل طريقه وهو قلبه مليان طمأنينة، لكن الشمس بدأت تغيب والضباب غطى الطريق لحد ما لقى نفسه داخل على قرية كلها رمادية ولونها رمادي واسمها قرية الظلال. ما كانش فيها صوت ولا ضحكة ولا حتى نفس، الناس ماشية كأنها أشباح ووشوشهم مش باينة. مسعود دخل بيت من بيوتها لقى في مراية كبيرة قوي، أول ما قرب منها سمع صوت بيقول: كل واحد بيشوف في المراية حقيقته اللي بيخبيها، استعد يا مسعود. بص في المراية وتفاجئ، شاف نفسه بيزعق لأمه مرة لما مهتمش بيها وهي بتعيط، ولحظات صغيرة نسيها بس كانت مقصرة فيها. دمع وقال: أنا آسف يا أمي، ما كنتش فاكر إني كنت سبب في أي وجع ليكي. وهنا المراية نورت ووشوش الناس في القرية بدأت تبان، والناس بدأت تضحك وتتكلم، وقرية الظلال اتحولت لقرية النور. وسمع صوت بيقوله: اللي بيواجه حقيقته يقدر يغيرها. كتب الحكمة التانية في دفتره، وكانت: الصدق مع النفس هو أول خطوة للشفاء.
مسعود دخل غابة سحرية، الأشجار فيها بتتحرك وبتهمس لبعض، وريحها فيها ريحة برتقال وياسمين. فجأة سمع صوت ضعيف بيطلب النجدة. لقى ثعلب صغير رجله مصابة بيبصله بعين فيها رجاء. مسعود جري ناحيته وربط له رجله بقطعة من هدومه وقال له ما تخافش، مش هسيبك. الثعلب بصله وقال له أنا مش مجرد ثعلب، أنا حارس الأحلام. كنت مستني حد بقلب نقي ياخد المفتاح ده، هتحتاجه لما توصل لوادي الستر. اداله مفتاح ذهبي عليه نقش غريب وقال له بس خد بالك، مش أي باب يستاهل يتفتح، ولا كل حلم لازم يتحقق. وهنا كتب مسعود الحكمة الثالثة: النية الصافية بتجيب لك أبواب الخير، بس العقل لازم يختار أنهي باب يفتحه. وبعد رحلة طويلة وتعب ومواقف، وقف مسعود أخيرا قدام مدخل وادي الستر. كان المدخل عبارة عن قوس حجري مكتوب عليه ادخل بقلبك مش برجلك. قرب وحط ايده على قلبه. فجأة الباب اتفتح لوحده ولقى نفسه في مكان مش طبيعي، أشبه بالجنة. أنهار، شلالات، ورد بتغني وناس بتضحك من قلبها، وفي النص كان في راجل كبير عيونه بتبرق زي النجوم. قرب وقال له أنا الحكيم اللي بتدور عليه يا مسعود، مش عشان أعلمك لكن علشان أذكرك الخير جواك من الأول. مسعود قال له يعني أنا وصلت؟ قال له الحكيم بابتسامة أنت وصلت لنقطة البداية، الرحلة الحقيقية بتبدأ لما ترجع وتستخدم اللي عرفته علشان تغير اللي حواليك. ومديله صندوق صغير وقال له افتحه وقت الحاجة، هيبقى فيه اللي انت محتاجه قلبك مش عينيك. رجع مسعود لقريته ووشه كان منور وقلبه مليان، إنما كان الشيخ سعدان وشه أول لما شافه اتغير جدا. بس بعد كده ابتدى يساعد الناس وتعلم من مسعود، وأهل القرية بقت تانية خالص. أما مسعود فبقى حكيم القرية، بيعلم الأطفال وبيساعد الكبار وبيكتب كل حاجة في دفتره اللي سماه رحلة إلى النفس مش للمكان. طيب، وجينا في النهاية هنقول إن الرحلة مش دايما للمكان اللي هنوصله، الرحلة الحقيقية هي جوه نفسنا، واللي بيلاقي النور جواه يقدر ينور العالم كله من حواليه. استنوا رايحين فين؟ أتمنى إن انتوا تدعموني لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، ومستنية تعليقاتكم اللي هتقولولي فيها ايه السلبيات او الايجابيات، او انتوا اصلا حابين افكار ايه في الفيديوهات اللي جاية او القصص اللي جاية. يلا مستنياكم واشوفكم على خير في قصة جديدة، ومع السلامة.